السلام عليكم، واش حوالكم؟ ان شاء الله راكم لاباس. راح نبدا معكم ان شاء الله سلسله تاع دروس جديده، ونحاول نعود قد كلمتي ونتبع معاكم ديما ونحط لكم كل جديد. دوكا راح نبداوها بطريقه اخذ القياس باه نخدموا باترون مسطح يكون اكثر دقه على الباترون اللي فات. من بين القياسات اللي حابه ندوها هي دوران الرقبه. في الباترون تاعنا لازم ديما ندو دوران الرقبه ونحطوا القياس تاعنا الحقيقي تاع الجسم هذاك اللي هزينا عليه القياس، من بعد نديروا الاختلاف تاعنا. يعني انه نحطوا ديريكت القياس تاع الرقبه تاعنا مباشر 8 سنتيم ولا 9 على الباترون، هذيك طريقه غالطه ما تعودش اكثر دقه. من بين الاختلافات الثانية عندنا طول الظهر والأمام. طول الظهر والأمام البنات راهو يختلف من جسم الآخر، كان وين يعود متساويين، كان وين يعود الأمام أكثر طول من طول الظهر بسبب بروز الصدر. قياس دوران الرقبة ديما نهزو القياس تاعنا ويكون هابط للأمام، يعني ما تهزوهش بالطريقة هذه تقولوا هذا هو دوران الرقبة تاعنا، لا، لازم نتبعوا الشكل تاعنا تاع الجسم. احنا عندنا رقبة راهي مايلة للأسفل، شوفوا الجهة تاع الأمام عكس نتاع الظهر، وانا ديما نحط القياس تاعي هكذا. شوف هذا هو القياس تاعنا، نهزوه بطريقة صحيحة. عندنا قياس آخر وهو طول الكتف. طول الكتف الواحد، كاين اللي يهزوا عرض الكتف ويزيدوا طول الكتف ويستخرجوا دوران الرقبة ولا قياس الرقبة في الباترون، هذيك ثاني طريقة صحيحة. نهزو هنا قياس الكتف تاعنا، مثلا في الماركة هذه راهو 12 عرض تاع الكتف. عرض الكتف البنات نهزوه بخط منحني هكذا، ما يعود خط مستقيم، ما يعود خط طالع طول للفوق، لا، يعود هكذا بالشكل هذا من العظمة تاع الذراع الأيمن للذراع الأيسر. عندنا قياس آخر واللي هو طول الظهر. أنا ناخذه من نقطة الالتقاء، كاين اللي ياخذوه من هنا. طول الظهر ياخذوه من الفقرة السابعة. هذه الطريقة وهذه الطريقة في زوج صحاح، بس الاختلاف راح يكون على الباترون. الطريقة هذه تاع الفقرة السابعة كي تخدموا على الباترون راح تكون بعد نزول الرقبة، المسافة بيناتهم هنا راهي 2 سنتيم 2.5 سنتيم، بصح هنا او عندي القياس 36 37 قد بالتحديد. كي نهز من هنا من نقطة الالتقاء انا هنا راح نلقاه 42 نقطة الالتقاء، منها راح نهبط بنزول رقبة الخلف. او كاين اختلاف هنا لانكم تلقاو ياسر طرق تتخلط لكم انه كاين طريقة هزوها من الفقرة السابعة وطريقة من نقطة الالتقاء. انا ديما ما نخلطش روحي، نهزها من نقطة الالتقاء. شوفوا عندنا نقطة الالتقاء راهي من هنا، راح نهبطوا حتى الخصر راني درت له دوره هنا بلاستيك، دوره الصدر ثاني ودوره للاوراق هكا باه تعود طريقه اخذ القياس تاعنا صحيحه. وعندنا ديما الاختلاف ما بين الامام والخلف، كما قلت لكم الامام اللي يعود زائد يعني كبير على طول الظهر. طول الامام راح نهزوه من نفس النقطه تاع الالتقاء مرورا بارتفاع الصدر، لازم تفوتوا على ارتفاع الصدر حتى خط الخصر. هذه الطريقة اللي نهزو بها ارتفاع ولا طول الأمام. عندي ارتفاع آخر اللي نخدم به وهو ارتفاع الصدر، يعني من نقطة الالتقاء حتى بروز الصدر. هذه محتاجة أكثر شيء كي نخدم لي بانس. مثلا كي نعود حابة ندير لا ديكوب برانسيس لازم نفوت على النقطة هذه، لي بانس راح يطلعوا ويفوتوا على النقطة هذه ويروحوا حتى الإبط. مثلا غنخدم لي بانس العادي، أنا ديما نقول لكم نهبطوا تحت بروز الصدر. بالنسبه لي بانس تاع الامام يكونوا تحت بروز الصدر ب2 سنتيم. وعلاه؟ لانه هنا عندي الصدر كون ندخل حتى لهنا راح يضيق عندي القياس تاع الصدر. عندنا قياس اخر هنا ما وضحتوش واللي هو عرض الظهر. انا راح نهز هنا القياس تاع الكتفين عندي 39 سنتيم، وعرض الظهر راح يجي تحت خط الكتفين بحوالي 6 سنتيم. هنا يبدأ يضيق القياس، ها هو عرض الظهر راح يجي أقل.
يعني هذه راح تحتاجوها اكثر في تحريفة الابط. راح تلاحظوا الشكل ما بين الامام والخلف. هنا عندنا قياس عرض الظهر بالنسبة للمانكان راهو 36 سنتيم، والكتفين 39، المسافة بيناتهم راهي 3 سنتيم. عندي قياس اخر واللي هو طول الجنب. طول الجنب نحتاجوه في الخياطة تاع في التفصيل تاع السروال تاع لاجيب، في بعض الانواع تاع لي روب. نجي هنا القياس تاع الدوران، دوران الصدر، دوران الخصر، دوران الاوراق. لازم القياس تاعنا البنات كي نهزوا الميطره تعود بالجنب. هزي القياس تاع الزبونه تاعك تاع الدوران بالجنب باه تلاحظي انه الميطره تاعك تتحكمي فيها تعود مستقيمه. الخط نتاعك لازم يعود مستقيم، ما تعودش مايله بالشكل هذا. شوفوا البنات، قد ما احنا ما نقولوا باترون مسطح، بس حتى هو عنده تفاصيل وكاين حسابات لازم نتبعوها ويكون دقيق ثاني باش يعطيك نتيجة احسن واحسن. وعلاه حبيت نبدل الطريقة تاع الباترون اللي فات؟ لانه ركزت ياسر في الخدمة تاعي تاع لي روب. كما راكم تتبعوا في الحسابات نتاعي تاع الفيسبوك ولا ساعات نحط لكم هنا في اليوتيوب، نخدم ياسر لي روب نخدمهم بالباترون المسطح وندير عليه التعديل نتاعي. ما نخدمش ياسر بالمجسم، هذاك نخدم به لي سواري. بصح حبيت الباترون تاعي ولا الكورساج تاعي يعود اكثر دقه. هنا بالجنب واش تلاحظوا معايا؟ تلاحظوا باللي الكتف نتاع الخلف شوفوا كيفاه يجي طالع من هنا، يجي بومبي، على عكس الامام يجي هابط. هنا تلاحظوا باللي الكتف تاعنا تاع الظهر راح يعود اعلى من الامام. هذا الاختلاف الثاني راح نلاحظوه في الخدمه تاعنا ان شاء الله في الباترون المسطح. يعني هذه تلاحظوها غير بالعين، برك بالعين تاعك تلاحظي هذه الاختلافات. يعني هنا واش نلاحظوا كي ناخذوا القياس تاعنا، حبيت نوضح لكم فكره اكثر واكثر باش تفهموا. الامام اطول من الظهر بسبب البروز، والمسافه ما بيناتهم في الحاله العاديه تعود 2 سنتيم. وعلاه مش اكثر؟ راح تقولي لي بروز الصدر راهو اكثر من الظهر، يعني يعود المسافه اكثر من 2 سنتيم. هذه راهي على حسب كل جسم وجسم. الاجسام تاعنا مش مثاليه، كاين وين تعود المسافه متساويه ما بين طول الامام وطول الظهر. حاجه اخرى، الامام رانا نقولوا فيه بروز، بصح الظهر ثاني ما تنساوش راهو هنا عندنا انتفاخه هذه ولا في جهه الكتف هنا، على هذيك راهو الظهر ثاني عنده بروز في جهه. نقطه اخرى ثاني، الرقبه. كنت لاحظوا القياس تاع الكتف كيفاه نهزو ما نفولش على النقطه تاع الرقبه، هنا يجيني عالي ياسر. هنا الاختلاف هذا راح نوضحوه ثاني في الخدمه تاعنا. حنا كي نحطوا القياس تاعنا تاع الباترون راح نهزو من نقطه الالتقاء راهي جايه دايره هكذا، ونهبطوا بميله الرقبه تاعنا، من بعد نحطوا قياس الكتف تاعنا. راح تكون طريقه شوي مختلفه على اللي فاتت باش تجيكم دقيقه اكثر في الخدمه تاعكم. وكي قلت لكم ناخذ القياس تاع الرقبه بشكل هابط للاسفل، ما تدوش هنا الفوق، لانه شوفوا الجسم تاعنا كيفاه متشكل، الرقبه تاعنا كيفاه رايح الشكل تاعها للاسفل بالنسبه للامام. شوفوا معايا كي نهز القياس تاع الدوران بالنسبه للصدر ولا الخصر ولا الاوراق، ديما ندير صباعي تحت الميطره. هذه الزياده البنات راهي تاع حق التنفس. احنا كي نهزوا القياس تاع المانكان راهي جسم جامد ما يتنفس ما يتحرك حتى حاجه. هنا انا ديما نهز القياس تاعي بالزياده، لانه راح نهزو. كنت تلاحظوا الجسم تاعكم كي تتنفسوا وتهزوا القياس راهو هنا يختلف القياس تاعكم ما بين تحبسوا التنفس وما بين تتنفسوا، يعني لازم ديروا هذيك الزياده. وكاين اللي يهز القياس تاعو قد ما يديرش الزياده، هذيك الزياده يقيموها بمسافه 6 سنتيم ويحطوها زياده مع القياس في الخدمه تاعهم على الباترون. الطرق في زوج صحاح، هذه دوكا ترجع لكم نتوما واش حابين تتبعوا. بس انا ديما نهز القياس تاعي بالزياده، يعني من نهار الاول هذيك 6 سنتيم راني نحسبها في الهزان تاع القياس تاعي. هذا هما البنات القياسات تاعنا المهمه اللي نبنيو عليهم الباترون تاعنا، وعلاه التسميه تاعهم خطوط البناء، لانهم هما اللي نبنيو عليهم الاساس تاع الخدمه تاعنا.
تبقى باقي القياسات كيما طول السروال ولا طول لامونش. دوك نوريها لكم عليا انا كيفاه تهزوا القياس تاعكم. تبقى باقي القياسات الاخرى تاع السروال ولا جيب كلاسيك، هذيك نفضل اني نديرها على المانكا في ورقه كي نعود نقدم درس على السروال ولا على لا جيب كلاسيك. القياس تاعنا الاول هو طول الذراع. راح نهزو من الراس من هنا العظمه تاع الكتف هذه نزولا عند اخر نقطه عند المعصم ولا عند الطول اللي تحوسوا عليه نتوما. هنا في حاله ما اذا خذيتوا الطول والذراع نتاع الزبونه تاعكم ولا نتاعكم نتوما الذراع تاعك يعود بخط مستقيم، ديما تزيدي 2 سنتيم، يا اما تهزي القياس تاعك والذراع نتاعها يعود مايل شوي ما يعودش بخط مستقيم. عندنا العرض نتاع الكم وهذا راهو ضروري ياسر. العرض تاع الكم تاعنا تروحوا عند اعلى الذراع نتاعكم وتهزوا القياس تاع البلاصه هذه. عندنا ثاني عرض تاع المرفق نهزو هنا القياس، وانا ديما القياسات هذو تاع العرض نهز ديما نقول لكم والميطره تاعي ندير فيها تحتها 2 صباع للزياده. من بعد هذيك الزياده انا نتحكم فيها. اذا عندي الموديل نخدمه على قماش استيكي راني ما نحطش زياده نقص، نتوما اللي تتحكموا فيها ساعتها على حسب الخدمه تاعكم واش هي اللي راح ديروها. عندنا دوره المعصم باش يعود عندكم ثابت، هزوا القياس تاعكم قد انا هنا ما نديرش الزياده. من بعد واش ندير هذا القياس نزيد له 6 سنتيم. مثلا لقيت الدوره تاعي 18 نزيد لها 6 سنتيم، من بعد نحط القياس تاعي على 2 ونخدم عادي. يا اما تهزوا القياس نتاع اليد نتاعكم هكذا، يعني القياس هذاك اللي يسمح لكم تدخلوا يدكم في الكم، فهمتوا؟ بهذه الطريقه. ان شاء الله البنات تعودوا استفدتوا ونعود قدمت لكم معلومات جديده خاصه المبتدئات ولا اي وحده حابه تراجع معلوماتها ولا مرحبا بها. انا ديما نركز على المبتدئات اللي ما يقدروش يدخلوا دورات ولا اللي ظروفها ما تسمح لهاش انها تقرا الخياطه في التكوين ولا تتبع الدورات. انتظروني ان شاء الله البنات في درس تاع الباترون ولا الكورساج المبسط، وان شاء الله راح نكمل معاكم وما نديرهاش بكم كيما مالفه ونطول عليكم الغياب.